السلام عليكم ومرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير وبأحسن الأحوال. فيديو اليوم راح نشارك معكم هذا الخبز الأكثر من رائع، خبز الباغيت. وشكون فينا ما يبغيش خبز الباغيت؟ ميني باغيت اليوم راح نحضره لكم كيما العادة بطريقة صحية، بالفرينة الكاملة وبالخميرة الطبيعية وبطريقة سهلة وناجحة. وشوفوا الخبز تاعي كيفاش يجي خفيف وطري، والبنة روعة روعة. إذا بلا ما نطول عليكم نروح نشوفوا مع بعض المقادير وطريقة التحضير، ونتمنى لكم مشاهدة مفيدة وممتعة. ولتحضير هذا الخبز راح نحتاج الكوب من الماء أو الحليب دافي. أنا راح نعجن بالماء الدافي. سعة الكوب هي 220 مليلتر. راح نضيف عليه بياض بيضة و30 جرام من زيت الزيتون، ما يعادل 3 ملاعق كبار. وكما العادة راح نخلي لكم المقادير كامل مكتوبة في صندوق الوصف بالجرام وبالملعقة باش تجيكم سهلة. وضفت عليهم ملعقة صغيرة من العسل، لأن هنا استعملت عسل التمر، تقدروا تستبدلوه بالعسل الطبيعي، وتقدروا تستغنوا على العسل نهائيا. يعني هنا فقط باش ننشطوا الخميرة تاعنا ونسرعوا في التخمير. وراح نضيف الخميرة. هنايا اللي ما يعجنوش بالخميرة الطبيعية أو ما عندهمش، راح تحطوا ملعقة صغيرة من خميرة الخبز العادية، يعني خميرة العجين. أنا هنا راح نعجن بالخميرة الطبيعية كما العادة. طبعا عندي 3 ملاعق كبار يكونوا معمرين، والخميرة تكون نشطة، يعني تكونوا منشطينها من قبل. ولا بغيتوا الخبز تاعكم يجيكم خفيف بزاف وطري وما فيهش هذيك الحموضة الزايدة، الخميرة تاعكم تكونوا منشطينها جديدة، يعني ماشي تكونوا منشطينها بوقت طويل وتعجنوا بها. نشطوها قبل ما تعجنوا على الأقل ب3 إلى 4 ساعات. يعني هكا راح تخمر لكم الخبز بطريقة جيدة، وايضا البنة تاع الخبز تاعكم تجيكم بنينة بزاف وما فيهاش هذيك الحموضة الزايدة اللي في الخميرة. وهنايا ملاحظة بالنسبة لي يقولوا انه حاجة عادية خبز الخميرة يكون حامض. انا نقول انه هذا خطأ. خبز الخميرة ماشي حاجة عادية انه يكون حامض بزاف، فيه نسبة حموضة خفيفة، يعني حموضة تاع خميرة وتكون بنينة. أما أنه يعطينا خبز حامض بزاف وحتى واحد ما يتقبل هذاك الخبز، هذا معناه أنه الخميرة إما تكون غير ناجحة أو تكون غير نشطة، يعني تكون ناقصها الغذاء، لأنه الخميرة كي يكون ناقصها الغذاء تكون حامضة بزاف. أو أنه الخبز ما تخمرش بطريقة صحيحة، يعني كمية الخميرة كانت فيه ناقصة وبقى مدة طويلة وهو يتخمر حتى أنه الخميرة حماضت في الخبز، يعني كاين خطأ. أما الخبز اللي يكون معجون بخميرة نشطة ناجحة والخبز يتخمر بطريقة صحيحة، الخبز يجي خفيف وطري وبزاف بنين. كاين اللي يقولوا أيضا أنه حاجة عادية خبز الخميرة يجي يابس وناشف، هذا خطأ. خبز الخميرة طبيعية كي تكون ناجحة، يعني بزاف من الناس اللي جربوا خميرة ونجحت معاهم نتمنى انه يخلوا لي في التعليقات رايهم، لانه الخبز ولا يجيهم احسن من الخبز اللي نديروه بالخميرة العادية. اذا هنايا كما شفتوا كنت نهضر معكم وعجنت العجينة. في الاول ضفت كوبين من الطحين الاسمر، يعني فرينة كاملة بالنخالة، يعني هذا خبز راح نحضره بالفرينة الكاملة. كما تقدروا تحضروه بالدقيق، يعني بالسميد الكامل، ولا تخلطوا بيناتهم. المرة الجاية إن شاء الله راح نحضر لكم خبز الباغيت بالدقيق فقط، يعني بالسميد الكامل ماشي بالفارينة، بالنسبة اللي ما يبغوش يحضروا الخبز تاعهم بالفارينة. إذا هنا في الأول ضفت كوبين من الطحين وملعقة صغيرة من الملح، وبعدها ضفت الكوب الثالث دخلته جيدا في العجين، والكوب الرابع نضيفه تدريجيا. كما شفتوا في الأول استعملت الملعقة، والكوب الرابع من الأحسن نستعملوا يدينا باش نعرفوا القوام المناسب. وهذا هو القوام تاع العجينة اللي لازم تحصلوا عليه، يعني تكون متماسكة وفي نفس الوقت طرية. هاد العجينة ما تجيش بزاف طرية تاع خبز الباكيت، مش كيما نديرو خبز الدار، يعني العجينة تكون طرية وتتلاصق. رشيت عليها رشة من زيت الزيتون وراح نغطيها ونخليها تتخمر. إلا استعملتوا خميرة الخبز العادية راح تخلوها تتخمر لمدة ساعة، وإلا استعملتوا خميرة طبيعية راح تخلوها من 3 إلى 4 ساعات، ممكن تديلكم حتى 5 ساعات على حسب درجة حرارة الجو. أنا هنا خليتها 4 ساعات، كانت كافية أنها تتخمر ويتضاعف الحجم تاعها بهذا الشكل. هنا ملاحظة، إذا بغيتوا تعجنوا هاد العجينة ليلة من قبل، يعني نهار من قبل وتخلوها تتخمر في الثلاجة، راح تعجنوها وتخلوها لمدة ساعتين خارج الثلاجة، يعني حتى هذيك الخميرة تنشط وتتخمر شوية، عاد تدخلوها للثلاجة وتخلوها ليلة كاملة. ماشي تعجنوها وتدخلوها مباشرة للثلاجة.
هذه ملاحظة بالنسبة اللي بغوا يديروا التخمير ليلة من قبل في الثلاجة. هوت للعجينة الخميرة ونقطعها ل8 قطع. حاولوا نقطعوا القطع قد بعضهم، من الأحسن توزنوهم يعني باش يجوكم لي باغيت تاعكم كامل بنفس الحجم. بالنسبة لهاد المقادير اللي عطيتها لكم راح تحصلوا على 8 تاع لي باغيت أو لي ميني باغيت. إلا بغيتوا تحصلوا على لي باغيت كبار قطعوا العجينة ل4 قطع. نشكلهم كريات نخليهم يرتاحوا، وبعدها نبدا نشكل فيهم مباشرة على سطح العمل. ندير رشة من الطحين ونحاول نبسط العجينة بهذا الشكل، ونبدا نشكل في لي باغيت يعني نروليهم بهذه الطريقة، يعني نرولي ونضغط نرولي ونضغط. هذه الطريقة هي اللي تخلي هذوك لي باغيت تاعي لداخل يجوني مهويين وخفاف. وبعدها نبدا نخرج الهواء من الوسط ونروح للأطراف. يعني هذه هي الطريقة الصحيحة اللي نخدموا بها لي باغيت تاعنا سواء درنا كبار ولا صغار. بطريقة سريعة راح نحاولوا نشكلوا واحدة أخرى باش تشوفوا الطريقة. وبعد ما نشكل كامل لي باغيت تاعي راح نغطيهم ونخليهم يختمروا للمرة الثانية. ضروري الخبز تاعنا يتخمر مرتين، المرة الأولى عجينة والمرة الثانية بعد ما نشكلوا لي باغيت تاعنا. نخليهم يتخمروا لمدة ساعتين ولا 3 ساعات. وإذا استعملتوا خميرة الخبز العادية راح تخلوهم لمدة نصف ساعة فقط ويتخمروا لكم. وهنايا بعد ما خليتهم حتى تخمروا ضعف الحجم تاعهم، يعني تحسوا انه لي باغيت تاعكم راهم من الداخل خفاف، تاكدوا جيدا انه تخمروا جيدا، خاصه اذا استعملتوا خميره طبيعيه. هذاك الصفر البيض اللي كنت خليته على جهه ضفت عليه قليل من الماء، خففته غير شويه وندهن به سطح لي باغيت ونزينهم الفوق بالبذور. استعملوا اي بذور نتوما تفضلوها. انا هنا درت بذور الشيا، بذور الكتان، وايضا جلجلان او السمسم. وراح ندير فيهم خطوط بالسكين يكون ماضي ولا آلة حادة، وندخلهم يطيبوا في فرن اللي يكون مسخن مسبقا. ضروري نسخنوا الفرن تاعنا من قبل ونطيبهم على درجة حرارة 200 يطيبوا يتنفخوا جيدا، يتحمروا من التحت، نعاود نشعل عليهم يتحمروا من الفوق، ويكون الخبز تاعنا واجد. نخليه يبرد. وهذا هو الشكل النهائي تاع الميني باغيت تاعنا اللي جو روعة روعة كما راكم تشوفوا. خبز أكثر من رائع، خفيف طري والبنة روعة روعة. وراح نقسمه لكم باش تشوفوا حتى من الداخل كيفاش يجي رائع، خفيف بزاف ومهوي ماشي معجن. نتمنى تجربوا هذا الخبز، متأكدة راح يعجبكم بزاف بزاف. تقدروا تحضروا به حتى ساندويشات لأطفالكم يدوه معاهم كلمجة للمدرسة، صحي ومغذي. تقدروا حتى تعمروه لداخل بالبذور كما حضرت معكم من قبل خبز البذور. وهنا نكون وصلت لنهاية الفيديو، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم.